عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال قصص جميلة للأطفال. عمو جمال قصص جميلة للأطفال. ومعانا سبوتة هنحكي أحلى حدوتة. ومعانا سبوتة هنحكي أحلى حدوتة مع عمو جمال. بس ما تنسوش، يلا يا سجدة وأبرار قولوا هتعمل إيه؟ ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. استنوني لحظات وهرجع لكم بقصة جميلة جدا. رجعنا لكم تاني وحكاية جديدة من حكايات عمو جمال. ومعانا النهاردة سبوتة. حكايتنا النهاردة بتتكلم كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر المولى الرحمن، والصلاة والسلام على النبي الحنان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا ولاد، كان في راجل مستعجل شوية، عنده العجلة. كان صاحبه تاجر. التاجر ده كان بيديله ايه؟ بيديله سمن وعسل كل يوم. المهم الراجل ده ياكل على قد ما يقدر، واللي يزيد منه يحطه في ايه؟ حاجة زي البرمة كده. حاجة زي البرمة كده، فخار يحط فيها ايه؟ السمن والعسل. قعد على الفترة دي سنين وسنين وسنين، وكان اللي يزيد منه يشيله في ايه؟ في الجرة دي، وعلقها هنا في السقف. علقها ايه؟ في السقف. وقعد في يوم من الايام قال يا سلام، ده انا هبقى غني جدا جدا جدا. وقال السمنة ده والعسل هبيعه بكام؟ قال هبيعه ب100 درهم. وبعد ما ابيعه ب100 درهم هشتري 10 نعجات. وبعد ما اشتري 10 نعجات اشتري خروف، وال10 نعجات يخلفوا 10 خرفان و10 نعجات، وتكبر المعيز عندي وابقى غني جدا. وبعدين ابيع المعيز واشتري بقر. وبعد ما اشتري بقر وعجل، البقر يخلف ويكتر 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 لغايه ما يبقى كتير. وبعدين هبيع البقر واشتري حته ارض. وبعد ما اشتري حته ارض هبني فيها بيت كبير واتجوز. وبعد ما اتجوز هخلف ولد. وبعد ما اخلف ولد اعمل ايه؟ لو غلط همسك العصايه كده، ومسك فعلا العصايه وبص للجره، ولو اتكلم معايا هضربه بالعصايه. كسر الجره، العسل والسمن نزل عليه، وقال يا ريتني ما كنت استعجلت، فكرت ورحت بعيد، والعسل فوقيا ونسيت وضربت الجره. المهم قعد سنين وسنين فقير لغايه ما ربنا كرمه واتجوز. واول ما اتجوز يا ولاد ما خلفش على طول، قعد فتره كبيره قوي ما يخلفش. في يوم من الايام مراته قالت له انا حامل بفضل الله. قال لها الحمد لله انت حامل، تمام التمام حبيبه قلبي الغاليه اللي انا بحبها. طبعا ايه؟ مراته قعدت 9 اشهر وخلفت الولد. وبعد ما خلفت الولد قالت يا سلام، انا لازم اخد حاجه واروح افرقها لله. قالت له ايه؟ قالت له اقعد بالولد من لما انا افرق الحاجه ايه دي لله. افرق الحاجه دي ايه لله. هو قال لها ماشي، خلي الولد معايا وما تخافيش. راحت هي وطلعت السوق. بعد ما طلعت السوق جاله خبر من الملك ان هو يجيله. فضل يقول اخد الولد ولا ما اخدوش، اخد الولد ولا ما اخدوش. فضل يفكر لغايه ما قرر ان هو، عاوزين تعرفوا عمل ايه؟ استنوني لحظه وارجع لكم تاني. لكم تاني يا ولاد. المهم الراجل ساب ابنه مع الكلب بتاعه، وقال للكلب خلي بالك من ابني،
خلي بالك من ايه؟ من ابني. وراح عند الملك وقعد فتره طويله عند الملك، والكلب قاعد. طلعت حيه، والحيه دي هتقرص ايه؟ الولد. هتقرص الولد. الاسد نط واكل الحيه وموتها، واسنانه كلها بتجي الدم. المهم الراجل رجع من عند الملك وهو ايه؟ فرحان وبيفتح الباب، لقى الكلب طلع عليه واسنانه مليانه دم، دماغه راحت وجابت. ايه اللي حصل؟ اكل ولدي، الاسد اكل ولدي. مسك العصايه وضرب الكلب. الكلب اكل ولدي، مسك العصايه وايه؟ وضرب الكلب. الكلب مات في ساعتها، ودخل على ابنه، ابنه مبسوط وفرحان، وجنب ابنه حيه متاكله. عرف الراجل ان الكلب الوفي هو اللي انقذ ايه؟ ابنه، وندم على ان هو استعجل. قال ياه استعجلت وقتلت الكلب الوفي حبيبي صديقي، وقبل كده استعجلت وكسرت العسل والسمك. اوعى تستعجل، قصتنا بتقول لك اوعى تستعجل، وبص للمستقبل واحده واحده. ربك اعلم بالانسان اللي شغال والانسان اللي بيستهبل. اوعى تستعجل. ودلوقتي لو عجبتكم القصه هنعمل ايه يا سجده وابرار؟ ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم.